السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب اولى اعدادي؟ ان شاء الله النهارده هنحل معاكم امتحان رقم 2، امتحان محافظة الجيزة. كنا حالين امتحان القاهرة، كان في افكار حلوة خالص. امتحان القاهرة شوفوه، هنسيب لك رابط الفيديو ده في الوصف تحت. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، بنتابع الفيديوهات دي جدا والله. وقولوا لنا برضو طريقة الشرح دي احسن ولا نصور لكم بالتليفون زي الترم اللي فات اللي كان متابعنا يعني وكده. قولوا لنا الطريقة دي احسن ولا السنة ولا الترم اللي فات. الترم اللي فات الترم الاول يا مستر. السنة اللي فاتت، انا اسف. طيب ماشي، تعال نكمل. محافظة مين؟ محافظة الجيزة. بيقول لك تعرف عناصر المجموعة 1A باسم. طبعا ديت فلزات مي. ايوه قول انطق. فلزات مي؟ فلزات الاقلاء. 1A ديت فلزات الاقلاء. هات لون تاني، هات لون تاني. طيب بينما تعرف عناصر المجموعة 7A بمجموعة الهالوجينات. طيب تتحرك الأميبا بواسطة طبعا الأقدام الكاذبة. الأقدام الكاذبة. بينما تتحرك اليوجلينا بالصوت، إنما البراميسيو اكتبوا لي انتوا تحت. طيب علق طول الظل المتقن عند وقت الظهيرة يكون أقل ما يمكن. ممكن نقول له في واحد هنا، لأن الارتفاع الظاهري للشمس يكون أكبر ما يمكن. لأن الارتفاع الظاهري للشمس يكون أكبر ما يمكن، وده بيعمل ظل صغير. طيب رقم 2 بيقولك الروابط في جزيء الأكسجين تساهمية ثنائية. تقول له كده لأن كل ذرة أكسجين تشارك ب2 إلكترون. لأن كل ذرة أكسجين تشارك ب2 إلكترون. لتكوين إيه؟ لتكوين زوجين إيه؟ إلكترونات. حلو. المكون لمين؟ المكون للرابطة التساهمية بيبقى شكله عامل كده، أكسجينية كده وأكسجينية كده، ما بينهم إيه يا ولاد؟ أيوة، ما بينهم رابطتين تساهميتين. كل رابطة من دي فيها إلكترون هنا وإلكترون هنا، إلكترون هنا وإلكترون هنا. ماشي، فديت بنسموها رابطة تساهمية ثنائية. طيب في رقم 3، رقم 3 يا ولاد بيقولك يجب توصيل ناقلات الوقود بسلاسل معدنية ملامسة للأرض. هتقول له كده لتفريغ الشحنات الكهربية المتولدة من احتقاق الوقود. لتفريغ الشحنات الكهربية المتولدة من احتكاك الوقود بخزان الوقود لمنع اشتعال. طيب رقم 4 فعلق إضافة من العقد من السكر إلى محلول الملح المستخدم في صناعة الزيتون المخلل. تقول له كده لتقليل مرارة الزيتون. لتقليل، تقريبا اللي حط الامتحان ده كان جعان ولا لأ. لتقليل مرارة الزيتون. ماشي، لتقليل مرارة الزيتون وتحسين الطي وتحسين الطعم وتحسين يا ولاد ايه؟ وتحسين الطعم. طيب بيقولك في رقم 2 عملية حيوية يتم التخلص فيها من الفضلات. طبعا دي قصده على هنا على عملية مين؟ عملية الإخراج. طيب ظاهرة طبيعية تحدث عند وقوع الأرض على الخط الفاصل بين الشمس والقمر. طبعا ده خسوف القمر. طيب إذا كانت كتلة جسم عند سطح الأرض 30 كيلو جرام. طيب طب كتلته عند سطح القمر؟ والله هي احنا قلنا الكتلة متتغيرش برضو 30 كيلو جرام. طيب وزنه عند سطح الأرض؟ هتقول له والله الوزن بيساوي الوزن على سطح
الأرض بيساوي الوزن، أي وزن بيساوي كتلة في شدة مجال الجاذبية. طيب الكتلة بكام؟ الكتلة ثابتة طبعا ما بتتغيرش ب30. في شدة المجال هو مديهالك ب10، هي مديهالي دي مديهالك ب10. 30 في 10 ب300، ب300 ايه؟ ب300 نيوتن. يبقى هنا الراجل ده وزنه على الأرض 300 نيوتن. طيب بيقولك اذكر استخداما واحدا لسبيكة الألمنيوم والتيتانيا. ممكن تقول له هنا في سبيكة الألمنيوم والتيتانيا مولاه. رقم 1 سبيكة الألمنيوم والتيتانيا صنع هياكل الطائرات الحربية. طيب رقم 2 بيقولك جهاز الإلكتروسكوب. ممكن تقول له هنا في جهاز الإلكتروسكوب. ممكن تقول له في جهاز الإلكتروسكوب يا ولاد تحديد نوع شحنة جسم مشحون. تحديد شحنة، طب تحديد ايه؟ نوع شحنة جسم مشحون. جهاز الإلكتروسكوب أو الكشاف الايه؟ أو الكشاف الكهربي. طيب بيقولك صوب ما تحته خط يعتبر الماء أبسط المركبات العضوية. لا طبعا غاز الميثان. الميثان اللي هو رمزه ايه يا ولاد؟ حد فاكر؟ CH4. برافو عليكم. طيب يتم التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون في الإنسان عن طريق الكليتين. طبعا غلط، عن طريق الرئتين. طيب ماذا يحدث عند دلك ساق من الأبونات بقطعة من الصوف؟ هتقول له كده والله ممكن نحل بالأسود. ماشي. عند دلك ساق من الأبونات قطعة من الصوف تقول له كده يحمل الأبونايت شحنة سالبة، بينما يحمل الصوف شحنة موجبة. طيب رقم 2 ماذا يحدث فقد ذرة صوديوم إلكترون؟ طبعا تتحول إلى أيون موجب. طيب الصفحة اللي بعدها بيقول لك ماذا يحدث تقسيم مغناطيس إلى عدة أجزاء. هتقول له كده تحول جزء إلى مغناطيس جديد، تحول كل جزء إلى مغناطيس جديد اللي هو قطبان. يبقى أول رقم 3 يتحول كل جزء إلى مغناطيس جديد له قطبان. طيب في رقم 4 بيقول ايه؟ تساوى زمن دورة القمر حول محوره مع زمن دورته حول الأرض. تقول له كده هنا يشاهد المراقب على سطح الأرض وجها واحدا للقمر. يشاهد المراقب على سطح الأرض وجها واحدا وجهة واحدة للقمر. طيب بيقول لك في رقم 4 اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. كل مما يمكن فصل مكوناته بالطرق الفيزيائية والكيميائية ما عدا، طبعا ما عدا الكالسيوم. طيب ليه اشمعنى الكالسيوم ما ينفعش؟ لأن الكالسيوم عنصر يا ولاد. الكالسيوم Ca ده عنصر، والعنصر ده أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن فصل مكوناتها لا بالطرق الكيميائية ولا بالطرق الفيزيائية. طب ما الظاهرة التي يستفاد منها في تطهير المسطحات المائية؟ طبعا ظاهرة المد والجزر. طيب بيقولك اكتب التوزيع الإلكتروني للعناصر الآتية ثم حدد موقع كل من هو الجدول الدوري. طيب تعالى نكتب ايه، تعالى نقسم كده الصفحة. طيب أول حاجة عندنا الأكسجين 8-16. طبعا أول حاجة لازم توزع أي توزيع، هو أصلا طالبه منك توزع 2-8. يبقى ده في الدورة الكام؟ الثانية، لأنه عنده مستويين طاقة 1-2. طيب ده في المجموعة
المجموعة ده 2/6، أنا آسف يا أولاد، ده 2/6 مش 2/8، 2/6. استنى، أنا آسف جدا جدا. ده 2 يا جدعان، ده 2/6 مش 2/8. طيب ده في المجموعة، شفت الرقم اللي في آخر مستوى طاقة ده، خده وحط له حرف ال A. المجموعة 6A. طيب الفئة، طبعا ال6A ديت في الفئة B. طب لو قالك ارسمهولي الويز، هتروح قايل له كده ادي العنصر، تطلعه كده ماشي، وترسم مستوى الطاقة الأخير، حيث يعبر عن، ترسم مستوى الطاقة ده بس، حيث يعبر عن كل إلكترون بنقطة. ادي 1 توزع فرادة أول، 2 3 4. بعد كده تبدأ تعمل ازدواج، نقطة هنا ونقطة هنا. طب لو أسألك على التكافؤ، هتشوف كده هتلاقي اللي هنا عنده إلكترونين مفردين، يبقى ده تكافؤه ثنائي. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب العنصر التاني معاه كي 19، كي 19 39. وزع يا معلم، 2 8 8 1. طيب ده في الدورة، ده في الدورة الرابعة، عشان عنده 4 مستويات طاقة، دي 1 2 3 4. طب المجموعة آخر مستوى طاقة وحط له حرف ال A، يبقى ده في ال 1A. طيب ال 1A ديت في الفئة، طبعا ال 1A ديت في الفئة مين؟ في الفئة S. طيب لو قالك وزعهولي الويس، هتقول له بسيطة، هتطلع العنصر لوحده كده وتوزع آخر مستوى طاقة ده، ماشي. آخر مستوى طاقة فيه كام؟ في نقطة، ماشي. ده توزيع الويس. طيب عنده نقطة واحدة بس، يبقى ده تكافؤه واحد يا معلم. طب فهمتوا حاجة؟ طيب إن شاء الله تبقوا فهمتوا إن شاء الله. طيب بيقولك قارن بين الأسماك والحشرات في عضو التنفس. طبعا الأسماك يا ولاد، الأسماك تتنفس بالإيه؟ بالخياشيم، إنما الحشرات تتنفس بحاجة اسمها القصيبات الهوائية، القصيبات الهوائية. طيب قارن بين المركبات الأيونية والمركبات، آخر سؤال، قارن بين المركبات الأيونية والمركبات التساهمية. مش يعني بسيطة، تقوله كده ده المركب الأيوني وده المركب التساهمي. المركب التساهمي ممكن نقول هنا المركبات الأيونية معظمها يذوب في الماء، موصل جيد للكهرباء، زي مين؟ زي ال NaCl، ده مركب عضوي، مركب أيوني. طيب المركبات التساهمية معظمها لا تذوب في الماء، رديئة التوصيل للكهرباء، زي مين مثلا؟ مركب تساهمي، مثلا المية، مثلا يعني الماء، النشادر، NHC، كل دي مركبات مين؟ مركبات تساهمية. ال HCl برضو مركب تساهمي. طيب كده يبقى خلصنا معاكم حل امتحان محافظة الجيزة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.